مساء الخير، صباح الخير، على حسب ما تشوفوني عاملين ايه. يا رب دايما تبقوا بخير ومحققين كل حاجة حلوة. النهاردة انا هاخدكم كده معايا جولة بسيطة وجولة حلوة قوي، لطيفة كده. وهقول لكم على مكان حلو قوي للناس اللي بتحب الكبدة والسجق، الناس اللي بتحب طعم الكبدة والسجق الأصلي، طعم الكبدة والسجق كده اللي هم فاهميني طبعا. انا كنت قاعده في البيت، اميره اختي جت عملت لي مفاجاه، جت هي وولادها. طبعا يعني دي احلى مفاجاه. وبعدين قاعدين فقررنا ان احنا بدل ما نقعد في البيت كده ننزل يعني ناكل اي حاجه بره ونحلي ونغير جو كده. فطبعا جه في بالي مكان كانت ماما الله يرحمها دايما بتودينا هناك. الله يرحمها يا جماعه، بجد ادعوا لها، ربنا يرحمها يا رب، هي وجميع امواتنا المسلمين. المهم المكان اسمه ملك الكبده. المكان ده ماما كانت بتوديه لنا زمان، من زمان قوي قوي قوي. انا يعني كنا بناكل هناك. طبعا الاسعار القديمه زمان كان سعر الرغيف الواحد 7 جنيه. وطبعا 7 جنيه دي كانت زمان يعني فاهمين يعني من كام سنه ورا، كان مبلغ يعني. طبعا دلوقتي ما اعرفش الاسعار طبعا زادت. عامه هو انا قايله لكم التفاصيل كلها موجوده، هتشوفوها معايا دلوقتي. صورت المكان وصورت الاسعار ووريتكم كل حاجه. المكان ما يتوهش. المكان لو رحتوا الامريكان، عند الامريكان في شارع طلعت حرب، وسالته اصلا على ملك الكبده، وهو موجود في شارع صغير كده، مش عارفه الشارع اسمه ايه بالظبط، بس هو معروف قوي يعني. اول ما تروحوا عند الامريكان اسالوا فين ملك الكبده، هيدلكوا كتير جدا. او انتوا ممكن توصلوا من الريحة اصلا يعني لا بجد ما شاء الله، الريحة اصلا يعني بتلفت الانتباه جدا بس. والمكان اصلا هو عبارة عن في ناس بتقعد تحت في الشارع، وفي مكان فوق كمان في صالة. احنا قعدنا في الصالة عائلات شوية. وتحت زحمة جدا، يعني زحمة زحمة، يعني اكتريتهم شباب اللي بتقعد تحت. بس يا جماعة وبعدين كمان كلنا وحبينا نحل بايه بقى. لقينا يعني ما شاء الله كل ما بنزل وسط البلد بلاقي ناس حاجات بتفتح كتير قوي. يعني لقيت محل برضو زحمة قوي عليه موت، بجد مش بكدب، طوابير يعني واكلة نص الشارع مثلا. ف وفي محل تاني اسمه سوفت كريم، كان عامل عروض على حاجات كتير قوي، المدلعة وحاجات كتير قوي. بس احنا عشان بنحب المولتن كيك اكتر فطلبنا مولتن كيك بصراحة، وطعمه تحفة. ده برضو في شارع طلعت حرب الاساسي، لو عايزين تاكلوا منه برضو روحوا كلوا منه. ومولتن كيك الواحده، القطعه الواحده مش غاليه، كانوا عاملين عرض كمان عشان هو لسه المحل جديد. عاملين عرض المولتن كيك ب 27 جنيه، يعني مش عارفه ازاي بس ب 27 جنيه. ده بجد يعني انا ما شفت السعر اصلا اتصدمت، بس بجد فعلا الطعم حلو قوي قوي قوي. وانا صورت لكم برضو شكل المولتن كيك قبل ما يتم الهجوم عليها وقبل ما تخلص تماما. فهو كان يوم ملوش اي علاقه بالدايت اساسا، دمرنا كل حاجه كل حاجه كل حاجه. يلا عشان ما اطولش عليكم بقى هجيب لكم التفاصيل. ما تنسوش بقى بجد تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجه. وان شاء الله هصور لكم كل الاماكن اللذيذه بالنسبه للاكل وبالنسبه للفسح وبالنسبه للخروج. استنوني بقى، اشوفكم على خير. باي باي. النهارده انا جايه لكم، رحت اصور مكان في وسط البلد من زمان قوي، قديم قديم يعني، بيعمل كبده وسجق، اسمه ملك الكبده. بجد المكان ده حلو قوي يا جماعه ومميز، وهي تقول لكم بقى الطعم عامل ازاي. فعلا والله الواحد ياخد رغيف وراه رغيف تاني وراه رغيف تاني هتفلس. يعني هتلاقوا نفسكم خلاص دفعتوا. هقول لكم تفاصيل الاسعار، مش غاليه برضو قوي يعني بالنسبه للايام اللي احنا بقينا فيها دي. الرغيف عامه ب 25 جنيه، بس في بقى نظام صوص وحاجات زي كده. بس فعلا بجد احلى كبده واحلى سجق. المكان ده من زمان قوي، اللي يعرفوا يكتب لي في الكومنتات. انا هصور لكم دلوقتي المكان والتفاصيل، هديكم نظره على المكان كده. هو الحمد لله احنا جايين في وقت متاخر، فهو فاضي والدنيا جميله ولذيذه. تمام تمام. ما تنسوش بقى يعملوا ايه، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان هصور لكم حاجات كتير قوي الايام اللي جايه. يلا بينا. طيب ده شكل المكان قبل ما تطلعوا من تحت كده. في طبعا ترابيزات تحت والصاله فوق. يلا بينا. طب يا جماعه انا سالت دلوقتي صاحب المكان. المكان هنا من 1974، يعني قديم 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 يعني. الاكل اهو طلبناه. شايفين؟ قالوا بصوا زحمه جدا المكان تحت، وفي ناس كتير قوي قاعده تحت. هصور لكم المكان كمان بكل تفاصيله دلوقتي. طبعا بص قدومه
يلا بقى ناكل، لان بجد الاكل تحفه 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 يا جماعه، بجد حلو قوي. لازم تيجوا ولازم بجد تجربوه. تحفه تحفه تحفه، من اصول الزمن الكبده بتاعت زمان وكل حاجه. بجد لازم تيجوا تجربوه يا جماعه، عن ثقه وانتم مغمضين عليكم. طيب دلوقتي احنا خلاص كلنا ونزلنا، وده الشارع اصلا اللي تحت بالظبط ملك الكبده. شارع كده صغير بس مليان محلات فيها حاجات كتير قوي، من ادوات منزليه لحاجات. وطبعا بصي المحلات كلها بقى منزله دلوقتي الشجره بتاعه الكريسماس والزينه بتاعه الكريسماس، اللي هو كل سنه وانتم طيبين، يا رب ينعاد علينا كده كل سنه بكل خير، كل سنه وانتم طيبين. وكمان هتلاقوا محلات ادوات منزليه كمان، وكمان في محلات اللي هي المحمصات بقى والمقرمشات السوريه. وشايفين الزحمه اللي هناك دي؟ الزحمه اللي هناك دي محل جديد حلويات اسمه وزير الحلو. طبعا كنت عايزه اجربه بس ما حصلش نصيب، زي ما انتم شايفين كده الزحمه قد ايه، دمار دمار دمار. وبعدين ببص ورايا لقيت اميره ويارا واقفين، عجبهم شبشب او لكلوك مش عارفه، هو شتوي بس شكله جامد قوي وسعره كمان تحفه قوي، 35 جنيه. فبجد كان تحفه وفعلا اشتروه. بصوا اصلا كمان المناديل والحاجات بتاعه الحمام والحاجات دي كلها اسعارها حلوه قوي. فبجد اللي بيفكر يروح بقى على طول. المكان لذيذ كده وفي حاجات اساسا تحتاروا، عينكم تحتار اساسا، مش عارفين تعملوا ايه ولا تجيبوا ايه. طبعا هنا هما ملبوخين بقى في اللون، يجيبوا لون الموف ولا ايه. هنا بقى ده محل سوفت كريم اللي انا قلت لكم عليه. المكان كان زحمه قوي، بصوا انا مش عارفه اصور اصلا، ودي العروض اللي عاملينها. طبعا انا قلت لكم ان انا جبت مولتن كيك. بصوا بقى يا جماعه زي ما قلت لكم مولتن كيك عامل ازاي. طبعا يعني عايزه اقول لكم الشكل يجنن 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 بجد. روحوا المكان يا جماعه، المكان تحفه تحفه تحفه. وعامل كمان خصومات رهيبه، عشان يعني لسه في الاول عامل عروض رهيبه قوي. يعني مولتن كيك دي اللي انت شايفينها دي ب27 جنيه بس. انا معرفش العرض ده هيفضل لحد امتى، بس عامل عروض على حاجات تانية كتير جدا، المدلعه وحاجات كتير جدا. يعني بجد عامل عروض حلوه قوي. هيبان كمان انا مصوره لكم زي ما شفتوا كده، العروض حلوه قوي وباين جدا في الاسعار يعني. فاللي بيحب بجد الحلويات بقى يروحوا بقى ايه يعني، استمتعوا بقى بجد. يعني بصوا الشكل، شايفين الجمال. مفيش طبعا حد في الدنيا ما بيحبش المولتن كيك. تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. يلا بصوا ما تستنوش كتير، روحوا غيروا جو بجد، ويعني يوم في الاسبوع كده واخربوها بقى. يعني انسوا لو حد بيعمل دايت ينسى الدايت خالص بقى. ها تمام. اوكي يلا اشوفكم على خير بقى.